صباح الخير. كل سنة وانتوا طيبين. احنا خلاص داخلين على الصيام. قلنا كده نعمل حاجة خفيفة نشربها مع كوباية الشاي الصبح. هنعمل بيتي فور. بيتي فور بالفانيليا وبيتي فور بالشوكولاتة. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وكمان مكوناته عندنا في البيت، مش هنشتري حاجة من بره خالص. ونفطر كمان بيه مع كوباية شاي الصبح زي ما قلنا، او كوباية نسكافيه. هو حاجة بسيطة جدا، وبجد الطعم خرافة، مش هتفرقيه خالص عن على الفطاري. يلا بينا نشوف احنا عملنا البيتي فور الصيام ازاي مع بعض. عندنا هنا المكونات اللي احنا حطيناها. انا هستعمل السمنة النباتي. في كمان افضل للحلويات الصيامي. بتتعمل بزبدة، زبدة نباتي اللي هي المرجلين. دي حلوة جدا بالذات في الحلويات الصيامي. انا استبدلتها بسمنة نباتي عادي. هنا استعملنا كوباية سمنة، كوباية الا ربع سمنة، كوباية الا ربع سمنة ساقعة. تمام، بتكون طالعة من التلاجة. ضفت عليهم نص كوباية بنفس المعيار. احنا هنا بنستعمل المج الشاي العادي اللي احنا بنشرب فيه الشاي، اللي هو تقريبا 200 ملي. تمام. سكر بودرة، يبقى نص كوباية سكر بودرة، وكوباية الا ربع سمنة نباتي مثلجة جاية من التلاجة. هنا هنضربهم بمضرب البيض، لو ما عندناش مضرب البيض عادي بأي معلقة كده ونعملها، او بأي اسباتيول عادي. بس نضربها كويس جدا عشان تبقى هشة معانا ولونها فاتح زي ما احنا شايفين كده. هنضيف هنا 3 معالق كبار زيت نباتي. تمام. ونستكمل هنا الضرب مع بعض زي ما احنا شايفين كده لغاية ما قوامها يبقى هش جدا، مش اقل من دقيقتين 3 علشان تبقى هشة معانا. هنا لونها فاتح معانا جدا وبقى كريمي بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. احنا هنا ضفنا كاكاو خام، ضفت معلقتين كاكاو خام. شلت من مقدار الدقيق وحطيت. لو احنا مش هنعمله بشوكولاتة نسيب مقدار الدقيق اللي احنا هنقول عليه لسه. تمام. بس انا هنا عملت جزء بالشوكولاتة وجزء تاني من غير شوكولاتة. ضفت هنا كمان نص معلقة صغيرة فانيليا، حتى لو مفيش بيض الفانيليا هنا بتدي ريحة وطعم حلو جدا. تمام زي ما احنا شايفين كده، ونضربهم كلهم مع بعض لغاية ما بقت كريمي زي ما احنا شايفين كده. هنا ضفنا كوباية ونص من الدقيق. تمام، لان احنا هنا عاملينه بالكاكاو، لو احنا مش عاملينه بالكاكاو وهنعمله بالفانيليا بس هيبقى كوباية ونص دقيق زائد معلقتين من الدقيق كده. تمام. نبتدي نقلب كل المكونات مع بعض زي ما احنا شايفين بأي معلقة او بأي سباتيول عادي. احنا بس مجرد ما نلم العجينة، احنا هنا عايزينها عجينة طرية شوية تكون بتلزق عشان تنزل من القمع بمنتهى السهولة معانا. تمام. لو احنا هنا عندنا مكنة البيتي فور وعايزين نشكل بيها، نزود ربع كوباية دقيق لغاية ما نلاقيها بتنزل كويس من المكنة. تمام. برضو على حسب نوع الدقيق، الشركات كتير بتختلف طبعا. احنا هنا مش هنحط اي سوائل خالص. لو العجينة بقى نشفت معانا على حسب نوع دقيق زي ما احنا قلنا، تمام، هنزود معلقة مية، معلقة مثلا او معلقتين مية، او معلقة لبن جوز الهند. احنا كنا منزلينه قبل كده على القناة. وبعدين كمان احنا بنختبر وحدتين 3 كده في اي صينية صغيرة ندخلها الفرن. لو فرشت قوي مننا نضيف معلقة دقيق كمان. تمام. لو فرشت تبقى محتاجة معلقة او معلقة ونص دقيق حسب نوع الدقيق اللي احنا بنستعمله. عندنا هنا ساق خبز، احنا دهنينه بحاجة بسيطة جدا من الزيت. تمام. وعملنا منه الروزتات زي ما احنا شايفين كده. ده عندنا شكل القمع بتاعنا. تمام، اللي احنا بنعمل منه الروزتات او الوردات.
او القواقع. مرة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض شكل قوقعة واشكال كتير جدا من البيتي فور صيامي وفطاري. اشكال كتير سهلة وبسيطة وجميلة كمان واوفر بكتير من المحلات. تمام، زي ما احنا شايفين كده. هنا عملنا روزتات بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين، وعملنا بالابيض كمان، وعملنا اشكال كتير جدا. ان شاء الله هننزل كتير وصور كتير واشكال كتير احنا عملناها مع بعض. وهنا اشكال اللي احنا عملناها بالفانيليا. تمام، شايفين شكلها جميل ازاي. نقدر نحط ورقة زبدة في الصاجة، او نقدر ندهن على بسيط كده زيت عشان ما تلزقش بس مننا. تسوية البيتي فور او اي بسكوت عموما تسويته على درجة حرارة مش عالية قوي، يعني 170 كويس جدا. على الشبكة في النص، مش هياخد اكتر من 10 دقايق. تمام، نتابعه كويس جدا. احنا مش عايزين اللون بتاعه يغير، احنا عايزينه اصفر كده على خفيف. اهم حاجة القعر بتاعه يبقى اصفر او محمر على خفيف. وبعد كده بعد ما يبرد ويستوي كويس جدا ويبرد، نلزقه بالشوكولاتة عادي. تمام، او بالمربى. ونزين كمان لو عندنا سوداني، لو عندنا جوز الهند. تمام، ممكن كمان شوكولاتة مبشورة، كريز، زي ما احنا عايزين. طبعا هنحفظه في علبة محكمة، تكون محكمة عشان ما يدخلوش هوا ورطوبة. بعد ما زينا البيتي فور بتاعنا بالشوكولاتة بالشكل دوت، بنحط في اي علبة، اي علبة محكمة عشان ما يدخلوش الهوا والرطوبة. تمام، يا ريت نعمل بقى سبسكرايب للقناة. اللي لسه ما اشتركش يا ريت ينورنا باشتراك. ويا ريت نعمل كمان نفعل الجرس تحت كلمة اشتراك عشان يوصل لنا اي وصفة جديدة اول باول. واشوفكم يا رب دايما على خير. باي باي.